من اكثر الرياضات شهرة في السنوات الاخيره هي الام ام اي، وهي رياضه كتجمع جميع فنون القتال. واللي عارفين على هذه الرياضه ان اللاعبين المحترفين اللي فيها كيربحوا مبالغ كبيره في النزالات ديالهم. ولكن شنو هي الحاجه اللي تخلي واحد من اكثر المقاتلين شهره في بدايه الالفينات واللي من اصول مغربيه ينفذ اكبر عمليه سرقه في بريطانيا، رغم انه كان كيتعتبر من اشهر المقاتلين الصاعدين في بدايه الالفينات؟ فشكون هو هذا الشخص وشنو هي قصته وشنو هي عمليه السرقه الكبيره اللي قام بها وشنو هو الشيء اللي خلاه يتحول من مقاتل مشهور لاكثر شخص مطلوب عند الشرطه البريطانيه؟ هادشي كامل غنعرفوه في فيديو ديال اليوم. خذ لك حاجه تاكلها ولا تشربها وكمل معايا القصه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وتكون اموركم كلها مزيان. انت اول مره غادي تشوفني، سميتي اسماعيل حمدان، وهاد القناه كنناقشوا فيها بزاف ديال القصص ومواضيع متنوعه. ضغط على زر الاشتراك وواحد الجرس حدا باش يبقى يوصلك كل جديد ان شاء الله. اليوم غنتكلموا على اكبر عمليه سرقه في تاريخ بريطانيا واللي قام بها واحد الشخص عربي ومن اصول مغربيه. الاسم ديال هذا الشخص هو ابراهيم العمراني، واللقب اللي تشهر به هو ليموراي. ابراهيم تزاد في 12 نوفمبر سنه 1977 من ام بريطانيه واب مغربي في مدينه لندن بريطانيا. ابراهيم غادي يتطرد من المدرسه بسبب المشاكل اللي كان كيعملها، وفي سن المراهقه غادي ينضم لواحد المجموعه الاسم ديالها هو بوت ماتش بويز، يعني على اسم المنطقه اللي كان كيسكن فيها. والسبب الحقيقي اللي خلى ابراهيم ينضم لهاد العصابه هو ان علاقته بالاب ديالو كانت متوتره بشكل كبير، لان الاب ديالو كان عنيف ودائما في حاله سكر. وثاني شيء هو ان ابراهيم كان كيمتلك واحد القوه جسمانيه متميز بها على الاصدقاء ديالو، اللي كتخليه فارض وجوده وحتى شخص ما تيتجرأ يقترب منه. وهاد السيطره اللي كان كيمتاز بها غتخليه يولي رئيس هاد العصابه في السن اللي صغير. كاي عصابه في الاول ديالها كانوا كيقوموا باشياء بسيطه، وبدات كتطور حتى ابراهيم ولا كيتاجر في الممنوعات، وهذا الشيء غادي يتسبب في السجن ديالو. وهاد الفتره اللي غادي يقضيها في السجن كان كلها كيتمرن وكيطور من القوه الجسديه ديالو. مباشره مع الخروج ديالو من السجن غيتوجه لواحد النادي وكمل في هذا الشغف اللي اكتشفه وسط السجن، ولكن مع ذلك ظل كيمارس الحياه الاجراميه. حتى غادي يوقع واحد الحادث، هو ان العصابه ديالو دخلت في صراع واحد المعركه مع واحد العصابه اخرى، واللي خلفات اضرار كبيره في العصابات بجوج، حتى انهم غادي تعتقلوا افراد العصابه ديالو والعصابه الاخرى. ولحسن الحظ ابراهيم العمراني هو الوحيد اللي ما تمش الاعتقال ديالو. وهذا الشيء خلى ابراهيم يفكر كثير على انه يعمل شيء اللي بعده من حياه الاجرام والعصابات. لقى نفسه هو انه كيميل كثير للقتال وخصوصا قتال الشوارع. هذا الشيء اللي غادي يخليه ينضم لواحد النادي ديال القتال المختلط المعروف بالام ام اي، وخصوصا في هذيك الوقت بدات الام ام اي كتشهر بشكل كبير. وهذه الرياضه غتناسب بشكل كبير ابراهيم لانه كان كيمتلك واحد القوه بدنيه هائله، وزياده على الشخصيه القويه اللي كانت عنده. وفي اول سنه ليه في هذه الرياضه قدر انه يلعب اول نزال ليه في 5 ديسمبر سنه 1999، وتمكن من الفوز في هذا النزال في الجوله الاولى بالضربه القاضيه. وهذا الشيء غادي يخلي المستشارين ينبهروا بسبب السرعه ديالو في القتال وانهاء الخصوم ديالو بسرعه، حتى انهم طلقوا عليه لقب ليموراي البرق بسبب السرعه ديالو. الاسم ديالو بدا كيتعرف اكثر بسبب الصعود السريع ديالو في هذه الرياضه، وهذا الشيء فعلا قدر انه يبعدو على طريق الاجرام، وعرف باللي كاين شيء اخر حسن وقدر يلقى فيه الشغف ديالو. حتى غادي يبدا يوصل الصدى ديال ابراهيم لصاحب اكبر منظمه القتال المختلط اللي هو دانا وايت، وقدر يوقع معاه عقد القتال في هذه المنظمه، وقدر ينظم نزال ما بين ابراهيم وتيتو اورتيز، واحد من اخطر المقاتلين في اليو اف سي في بدايه الالفينات. وقبل من هذا النزال كانت بدات واحد العداوه ما بين ابراهيم وتيتو اورتيز، والسبب ان ابراهيم كان في واحد السهره، ومع الخروج ديال ابراهيم من هذه السهره غادي يتلاقى مع تيتو اورتيز في الشارع. وقع ما بينهم صراع كبير، وهذا الشيء اللي زاد الشهره والترقب لهذا النزال. ولكن بسبب واحد المشكل غادي يرتكبه ابراهيم في بريطانيا، وانه غادي يعتدي على واحد الشخص مره اخرى في واحد السهره، وهذا الشيء غادي يتسبب في عدم قبول الفيزا ديالو لامريكا وعدم اجراء هذا النزال وفسخ العقد ديالو مع منظمه اليو اف سي. وهذا الشيء ما وقفش ابراهيم وخلاه ينضم لواحد المنظمه اخرى في بريطانيا ويقابل اشهر مقاتل في العالم في سنه 2004 اللي هو اندرسون سيلفا. وهذا الشيء غادي يخلي ابراهيم يزيد يتشهر اكثر ويتعرف الاسم ديالو، لان الكل كان كيقول باللي ابراهيم هذا النزال هو اللي غينهي الصعود ديالو. ولكن ابراهيم قدر يفاجئ الكل بالخساره ديالو غير بقرار الحكام، يعني بالنقاط. وهذا كان اخر نزال ليه في هذه الرياضه. والسبب هو ان من بعد ايام قليله من هذه المقابله كان ابراهيم في واحد العيد ميلاد ديال واحد الصديق ديالو، وقع واحد الشيء اللي خلاه يفقد الحلم ديالو حتى انه كان غيفقد حياته. والسبب هو ان واحد الشخص غادي يطعن ابراهيم بواحد اله حاده اللي خلاه يفقد الوعي ديالو ويتنقل بسرعه للمستشفى، وفي غرفه العمليات غادي يتوقف القلب ديالو 4 مرات، ولكن قدروا ينقذوا الاطباء في اخر لحظه.
ولكن من بعد هذه الحادثه ما كانش ممكن على ابراهيم انه يرجع يمارس هذه الرياضه من جديد، وخصوصا مده العلاج دامت لمده طويله. ولكن من بعد هذه الحادثه ابراهيم غيختفي لمده سنتين، وهاد السنتين اللي كان مختفي فيهم ابراهيم كان كيفكر وكيخطط لشيء كبير، ولكن هذا الشيء مغاير على الرياضه، لان في 21 فبراير في سنه 2006 وقع واحد الشيء اللي غيتنتشر الخبر ديالو بشكل كبير وسريع في بريطانيا، هو انه ترتكبت اكبر عمليه سرقه في تاريخ بريطانيا، واللي قام بهذه العمليه هو ابراهيم العمراني. تفاصيل هذه العمليه كالتالي: وانه في صباح 21 فبراير سنه 2006 ابراهيم وعصابته اختطفوا مدير بنك سيكريتاس، وانه هذا المدير كان متجه بالسياره ديالو للبنك. ابراهيم وعصابته غادي يعترضوا ليه بواحد السياره ديال الشرطه مزيفه، كانهم كيقوموا باجراءات روتينيه. مع اقتراب المدير لهذه السياره ديال الشرطه المزيفه غادي يختطفوا العصابه وخداوه لواحد المزرعه، ومجموعه اخرى من العصابه توجهات للبيت ديال المدير تجهزوهم كرهائن، ومن بعد خداو المدير وعائلته في مكان واحد. ومن بعد ابراهيم توجه لمستودع سيكريتاس وخداو معاهم حتى المدير على اساس انه يفتح لهم جميع الابواب وباش يستعملوه كوسيله تهديد باش ينفذوا هذه العمليه. وفعلا دخلوا باقنعه ومسلحين باسلحه كبيره وقاموا بتقييد جميع الموظفين، وحتى انهم كانوا عاملين وقت محدد لانهاء هذه العمليه، واللي كان منظم لهم هذه العمليه هو العقل المدبر ابراهيم العمراني. ومع الوصول للمكان اللي فيه الفلوس تفاجئوا من المنظر اللي لقاو قدامهم، وانهم غادي يوجدوا واحد الاموال اللي كثيره اكثر من داكشي اللي كانوا كيتوقعوه، لدرجه انه لمده ساعتين والعصابه كتنقل في دوك الفلوس لواحد الشاحنه، ومع ذلك خلاو فلوس كثيره وراهم لانهم ما كانش عندهم شاحنه اخرى اللي ينقلوا فيها. ومن بعد 30 دقيقه بالضبط غادا توصل الشرطه، ولكن ما قدروش يوصلوا للعصابه والفلوس اللي تسرقات. والمبلغ اللي سرقوا ابراهيم وعصابته هو 100 مليون دولار. وهذه العمليه خلقت جدل كبير وسط الشرطه البريطانيه، لانها تعتبرت اكبر عمليه سرقه في تاريخ بريطانيا واللي سماوها عمليه القرن. بدات السلطات في البحث ديالها، واي شخص كان مشابه كانوا كيعتقلوا وكيحقوا معاه، ولكن ما وصلوا حتى شيء، لان افراد العصابه انقسموا، كل شخص مشى شي مكان وبعد على الشبهات. ولكن في نظركم العقل المدبر لهذه العمليه اللي هو ابراهيم العمراني شنو غادي يعمل؟ غادي يقرر انه يتوجه للبلد الام ديالو اللي هي المغرب ويحاول انه يستقر تما وبعد على الشبهات اللي كانت عليه في بريطانيا. ولكن كيف كثير من الاخطاء اللي كيعملوها جميع افراد العصابات هو ان النسبه ديالو في هذه العمليه غادي يصرفها غير في السهرات والسيارات واشياء كثيره. ولكن ابراهيم ما عرفش باللي الشبهات اللي بعد منها في بريطانيا غادي يقرب منها من جديد بسبب اشياء اللي كان كيعملها في المغرب، خصوصا انه المكان اللي كان مستقر فيه هو مدينه طنجه، وهي من اكثر المدن مشدده الحراسه امنيا، وحتى انه غادي ياخذ واحد المنزل اللي غيكون الثمن ديالو كبير، وقدروا انه يلتحقوا به بعض من افراد العصابه وبداو كيعملوا اشياء مفرطه بالفلوس اللي سرقوها، وكثير من الناس في ديك المدينه ولاو كيعرفوه. ولكن قبل ما يسافر ابراهيم للمغرب السلطات البريطانيه غتعلم الشرطه المغربيه على انهم كانوا شاكين في ابراهيم العمراني، ولانهم كانوا عارفين الاصول ديالو المغربيه انه يقدر يسافر للمغرب. واللي زاد الشكوك ديال الشرطه البريطانيه اكثر هو ان ابراهيم من بعد الحادثه اللي تعرض لها ديال الطعن اختفى لمده سنتين وما عرفوا عليه ولا شيء، وحتى بعض من الاصدقاء والاستاذ اللي كان كيدربوا في رياضه الام ام اي حتى هو اختفى، وهذا الشيء زاد الشكوك في ابراهيم اكثر. الشرطه المغربيه كانوا عارفين التواجد ديال ابراهيم في المغرب وعارفين اي شيء كيقوم به وحتى المكان اللي كيسكن فيه، ومع ذلك ما اعتقلوش، لان السلطات البريطانيه كانت عاطيه تعليمات للشرطه المغربيه انهم يحاولوا يستدرجوا ابراهيم ويعرفوا مكان الفلوس اللي سرقها ومن بعد يعتقلوا، لانهم كان الغرض ديالهم الاول هو انهم يوصلوا للمبلغ الكبير اللي سرقوا. حتى لواحد النهار ابراهيم وعصابته كانوا عاملين واحد الجوله في مجمع تجاري وهي تخرج لهم الشرطه من وسط الناس وحاولوا يعتقلوهم، ومع ذلك ابراهيم واصدقاء ديالو حاولوا يهربوا وقاوموا الشرطه، ولكن في الاخير قدرت الشرطه المغربيه انها تعتقلهم وتسجن ابراهيم بواحد السجن في مدينه سالا وتحكم عليه بمده 10 سنوات. ومن بعد مده حاول ابراهيم يهرب من السجن، ولكن الخطه ديالو تكشفات، وهذا الشيء خلى المده السجنيه ديالو تزاد ل 25 سنه. ولكن رغم الاعتقال ديالو الشرطه ما قدرتش توصل للفلوس اللي سرقها، وحاليا ابراهيم كيدوز المده السجنيه ديالو في واحد السجن مدينه شيفيلد. كانت هذه القصه ديال اكبر عمليات سرقه وقعت في تاريخ بريطانيا. الا عجبتك هذه القصه ولا المحتوى اللي كندير تضغط على زر الاشتراك وواحد الجرس حداها باش يبقى يوصلك كل جديد ان شاء الله. ما تنساوش تعطوني الراي ديالكم في التعليقات، ودوزوا عندي الانستغرام حتى هو كنحط فيه شي حوايج اللي ممكن تعجبك وتفيدك. كيف ما ديما ستاي بوزيتيف، تهلاو.